السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله اليوم 166 في عمر الفراخ بتاعتنا، الفراخ البلدي والفراخ البياض يا جماعة. طبعا انا مقصرة شوية في الفيديوهات اليومين دولت، انا داخلة على يعني موضوع كده شاغلني شوية ماشي، وما بقدرش اطلع للفراخ كتير عشان تعبانة شوية برضو. يعني هو الموضوع اللي شاغلني ان هو انا تعبانة شوية، فعشان كده اللهم صل على سيدنا محمد بتأخر عليكم في الفيديوهات، معلش غصب عني. بس ان شاء الله ان شاء الله يعني لما ربنا يكرمني كده ونكون بصحة احسن من كده هتلاقوني ان شاء الله الفيديوهات هتنزل ونعمل حاجات كتيرة مع بعض، نعمل روتينات كتير. الفراخ يا جماعة كنت بقالي فترة كده مقصرة معاهم في الاكل، فالمهم قلت قررت ان انا هجيب لهم علف بياض عشان خاطر الاكل البيض بتاعهم ينظبط تاني زي الاول، لان في ناس كتيره ما عندهاش مصدر دخل ان هي تاكل الحاجه اللي هي بتربيها غير من البيض بتاعهم. وكمان احنا بناكل البيض بتاعهم عايشين يعتبر عليه. لو عندك برضو طفل في الحضانه وعندك حد بيروح مدرسه وكده هتعرفوا ان احنا عايشين عليه، يعني بنعمل سندوتشات او بنعمل حاجات حلوه مثلا كيكات وحاجات من دي كلها بتبقى متوفره. فعشان كده البيض بالنسبه لنا هو مصدر اساسي. فانا كنت مقصره معاهم في الاكل، قعدت كام يوم مقصره معاهم في الاكل كان شويه خالص عليهم، فقلت لا انا لازم اهتم بيهم تاني واجيب لهم علف بياض عشان الحق اي فرخه قبل ما مثلا تكون فرخه مصاعه قبل ما ترجع تقفل معاكي للبيض، ولو قفلت للبيض مش هنعرف نرجعها بالسهوله اللي انتوا عارفينها. جبت لهم يا جماعه ب50 جنيه ذره اصفر، وجبت لهم ب50 جنيه علف بياض، العلف البياض ب15، وبعدها بكم يوم لقيته غلى، وجبت عيش وقلبت كله على بعض. العيش طبعا من البيت انتوا عارفين. حط لهم بقى ذره اصفر وعلف بياض على طول زي ما انتوا شايفين كده، وده العيش والبرسيم والحاجه الخضراء اللي احنا بنحطها لهم عشان ترجع الفرخه للبيض زي ما كان. وكمان يا جماعه العلف البياض كويس خالص بالنسبه ليه. لو عندك حمام زي حالتنا كده، الحمام لو راكن منك او اي حاجه بتلحقيه بالعلف البياض يرجع تاني زي ما كان. يعني لو عندك كل الحمام كان بيبيضوا فجأة لقيتي شوية بيبيضوا وشوية ما بيبيضوش، فانت اعملي معاهم اللي انا بقولك عليه ده، اديلهم علف بياض وقلبوهولهم على الاكل بتاعهم هتلاقيهم ما شاء الله عليهم. انا برضو الحمام كان بيطلع ورا بعض، وفجأة لقيت الحمام اللي هو تكاسل كده شوية، فقلت لا انا لازم ان شاء الله اعمل لهم حاجة ترجعهم زي ما كانوا. فالعلف البياض شغل معايا الحمام وخلى الفراخ ترجع تبيض زي ما كانت الحمد لله. فالعلف البياض مهم خالص وكويس خالص ليهم، بس ما ننساش مع العلف البياض نكونوا جايبين مثلا حاجه خضراء، برسيم، اكل من الاراضي، الحاجات الخضراء دي، لفت، ورق جرجير، كل الكلام ده كويس ليهم، بيخلي الفرخ ياكل معاكي وتهتمي بيه، وبنقلبه على الاكل. لو انت بقى مش عاوزه العلف البياض يعني مثلا احنا جبنا 50 جنيه علف بياض، هنحط لهم منه يا جماعه ما يعادل اللي انت بتحط بجنيه مثلا في اليوم مثلا، يعني دي حاجه بسيطه خالص اللي انت بتشمميه ويا دوبك ريحه العلف البياض، لان هو فيه كل العناصر اللي هي بتخلي الفرخه معاكي تبيض بتخلي الحاجه معاكي تعيش كويس خالص. واللهم صل على سيدنا محمد هيفرق معاكي خالص موضوع العلف البياض ده ان شاء الله. ما تنسوهمش في اللي انتم تساعدوهم مع البيض. لو انت طبعا مش عايزه تجيبي علف بياض مفيش اي مشكله خالص، في ستات بيوت كتير اوي عندها حاجات في البيت متوفره، زي مثلا عندك رده بتحمل البيض، عندك ذره زارعين بقى ذره كده من الناس اللي مبتتكلفش كتير، هتلاقي الموضوع فرق معاكي خالص، وهتلاقي الحاجه بتبوظ معاكي وترجع زي ما كانت ماشي، واحسن كمان من الاول. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.